السلام عليكم، معكم محمد حبيش، والنهاردة هنتعلم مع بعض تركيب الدراع للشنطة الجلد البناتي. تركيب الدراع احنا خدنا قبل كده كذا حصة، بس الدراع ده اللي هو بيركب فيه الحلقتين اللي هو المذهب او الفضي بيبقى معمول، هو عبارة عن 4 سنتي. ده بالنسبة للطول، لان الحلقة عندي بتبقى 2 سنتي. يعني لو الحلقة 2 سنتي يعني الفارغ بتاعها 2 سنتي ونص، هعمل الدراع 5 سنتي. طب انا عندي الدراع عبارة عن 4 سنتي، بناخد 4 سنتي وبنبدأ نتني على المكنة 2 سنتي جوه سنتي، وبيتبقى عندنا سنتي جوه سنتي، فبيدينا الإجمالي اللي هو 2 سنتي اللي بيركب في الحلقة بتاعتنا. فاحنا هنبدأ نتني الأول، هنجيبها طبعا على ترابيزة القص الجلد بتاعنا، ونبدأ نقص 4 سنتي. بنعمل حاجة اسمها لقطة، هنعمل لها حصة مخصوص. وبعد كده بناخد من فوق ومن تحت، بيطلع معانا شريحة الجلد اللي حضرتك شفتها في الأول اللي هي ال4 سنتي. بتبدأ تتني على المكنة الأول سنتي جوه سنتي، وبعد كده تخلص وتروح متني من ناحية سنتي جوه سنتي. بيطلع معانا الدراع بالشكل ده. بنبدأ دي الطريقة طبعا بتاعة تركيب الحلق. هنركب الحلقة بتاعتنا في حلقتين، حلقة بيبقى في الوسط بتاعها حديدة، وحلقة تانية فاضية خالص من النص. بنبدأ نركب دي في وسط الشريط بتاعنا، بيبقى ليها عدلة معينة زي ما حضرتك شايف. بنركب جزء من هنا وجزء من هنا، وبعدين بنروح مركبين. طبعا ممكن ان انا اركب حتة جلد في الحتة التانية دي الاول وبعد كده اركبها، او ممكن اركبها من غير ما اركب حتة الجلد وبعدين ابقى اعملها تاني. خلاص انا كده ركبت، بروح تاني دي مطلع الجلد شوية، وبعد كده بروح مدخل حتة الجلد دي في النص ما بين الحديدة اللي في النص. كده يعتبر الدراع خلص معايا. طبعا الشنط دي اما باجي اشتغل في الدراع بشتغل كمية. طبعا ممكن واحد يقول لي طب طول الدراع قد ايه؟ هقول لك لا، هو طول الدراع على حسب الشنطة. يعني لو شنطة حضانة من 65 ل75 سنتي، وفي عندي من 70 سنتي لغاية 105 اللي هو متر 25 سنتي. ده بالنسبة للدروس، وبيختلف من شنطة لشنطة على حسب اللي انا بعملها.